الحمد لله الحمد لله الذي يعفو عن الذنب وإن عظمت الذنوب قابل التوب لمن يتوب شديد العقاب عند قسوة القلوب سبحانه سبحانه العز في طاعة الله مولانا وليس ملكا ولا جاها ولا سلطانا أشهد أن لا إله إلا الله يا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن مسعود لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال لي يا محمد
ومن سار مع الغافلين
العبد اللئيم. قال الحسن البصري: وهل يقبل توبة العبد الجافي إلا الله المعافي؟ قال الرجل الشاب: أشهدك يا أبا سعيد أني تائب لله ولن أعود، وأسأل ربي إن قبل مني توبتي أن يرزقني بثلاث: أن يرزقني صوتا حسنا في القرآن الكريم، وأن يرزقني دمعا كثيرا، وأن يرزقني من حيث لا أحتسب. قالوا: فتاب وحسنت توبته، فكان يبكي بكاء مريرا خوفا من الجليد، وكان إذا قرأ القرآن أبكى من حوله، وكان يرى الطعام في بيته فيعلم أنه رزق من عند الله. حتى قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: انظروا إلى مدى معاملة الكريم. ابتلى الله عتبة الغلام بالفالج، أي الشلل النصفي، فمن شدة إخلاصه كان يقول: يا رب أسألك أن تخلق أعضائي وقت الصلاة ووقت الوضوء، ثم افعل بي ما تشاء. فكان إذا جاء وقت الصلاة أزال الله عنه الشلل، حتى توضأ وصلى يعاد إليه الشلل كما كان. فمن يقدر على فعل ذلك؟ الكريم. الأثر الثاني للذنب استحقار الذنوب. ركز أيها الكريم، إذا فعل العبد الذنب وتوالى فعل الذنب فإن تعظيم الذنب يضعف في قلب العبد، فيرى الذنب الكبير كأنه صغير لا يبالي بالذنب. قال أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. وتراه ينظر إلى من هو أسفل منه في الدين. تراه مثلا يجمع الأوقات في جماعة، يقول: أنا أحسن من غيري، غير ما يصليش. وتراه يستهين بالذنب تلو الذنب، حتى تراه يفعل الكبيرة ولا يبالي أنها كبيرة، وربك يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال ابن مسعود: المؤمن يرى ذنوبه كأنه في جبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقف على أنفه فقال هكذا فطار. انظروا إلى صحابة رسول الله. خطيب النبي ثابت بن قيس بن شماس أفصح الأنصار، كان رجل يجلس مع رسول الله في أول الصف، أول واحد يجلس، لأنه كان به صنم ما كانش بيسمع. فجاءت آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. امتنع ثابت أن يصلي مع رسول الله. يوم 2 3 فأرسل النبي له رجل
لما لا تأتي يا ثابت؟ قال لقد أنزل الله قرآنا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وإني امرؤ جهير الصوت يعلو صوتي على صوت رسول الله وأظنني قد حبط عملي وأني من أهل النار لأن صوته يعلو على صوت رسول الله. قال النبي قولوا له لست منهم بل تعيش حميدا وتموت شهيدا ويدخلك الله الجنة. تعيش حميدا وتموت شهيدا ويدخلك الله الجنة. هل اكتفى بذلك أن معايا صدق النبي إن حمود شهيد بركاتك يا مولانا؟ لا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كان أبو بكر يقول لا أأمن مكر الله ولو كان إحدى قدمي في الجنة. ظل عابدا ذاكرا حتى جاءت معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب. رأى المسلمون يفرون من أمام مسيلمة فقال من يبايع على الموت؟ قال بعضهم أنا. 5 فحفروا لأنفسهم حفرة وردموها بالتراب إلى الوسط. أين نحن من هؤلاء؟ ردم الحفرة لحد وسطه عشان ما يفرش بالموت هو مسالي. وقال من يبايع على الموت وحصد الأعداء حصدا حتى نال الشهادة كما أخبره رسول الله. إلى هنا وقتل ثابت بن قيس ومر به رجل من المسلمين فأخذ درعه. فجاء ثابت بن قيس في المنام بالليل برجل: يا من تقول أن الميت قد مات أصبح تراب لا يشعر بشيء. قال له: أنا ثابت بن قيس، إياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. لما استشهدت بالأمس مر برجل فأخذ درعه وإن مكانه في أقصى الجيش، ولقد وضع فوق الدرع برمة وفوق البرمة رحل. إذا استيقظت فأتي خالد بن الوليد وقل له يبعث يأتي بالدرع، وإذا وصلت إلى مدينة رسول الله فقل لأبي بكر إن علي دين كذا وكذا وإن فلانا من عبيدي عتيق. قالوا فأرسلوا خالد فوجدوا الدرع كما أخبر. قال العلماء: فما علمنا أن أحدا من الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة أجيزت وصيته بعد موته إلا هذا الصحابي الجليل ثابت بن قيس صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثر الثالث للمعصية الوحشة بين الله وبين عبده، والوحشة بين العبد وبين العبد. العبد إذا أذنب أبعده الله وأقصاه ووضع له البغضاء في الأرض، وإذا العبد أطاع أحبه الله وأدناه ووضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل
ياخدوا منه كتب الفقه والحديث. كان راجل قاطع طريق، كان واخد منطقة في الحجاز ممنوع حد يعدي من عليها. هنا طريق الفضيل، لا تقتربوا من هنا، هنا طريق الفضيل. وذاك يوم شاء ربك له الهداية. كانت قافلة تسير الحج، فجلسوا يستريحوا، وقرأ قارئ آية سورة الحديد التي قلتها لحضراتكم. هذه الآية لها عند العلماء وقفان: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فلما قرأوها قال بعضهم لبعض: لا تمشوا من هنا، هنا طريق الفضيل المعيط. قال: يا رب شحرتني وفضحتني حتى يخاف مني من يقصد بيتك الحرام. اشهدك يا رب أني تائب إليك توبة نصوحة، وأجعل توبتي أن أكون ملازما لرسول الله. فظل ملازما لمدينة رسول الله حتى سمي بعابد الحرمين. بعد ما كان الخلق يكرهه جعل الله له القبول في الأرض، فلا يكاد كتاب يخلو من قال الفضيل بن عياض. فعل الفضيل بن عياض لما أطاع الله أحبه الله. فلا تتزين للخلق، لأن المحبة والبغضاء بيد من؟ بيد الله. رابعا، إذا فعل العبد المعصية أنساه الله نفسه، وإذا نسي نفسه نسيه الله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. قال العلماء: يبتلي الله العبد بشيئين: أن ينسيه نفسه وأن ينساه الله. نسوا الله فنسيهم. ما معنى أن ينساه الله؟ تركه الله وترك حفظه ورعايته ونسيه نفسه. ينسيه صلاح نفسه، ينسيه تزكية نفسه، ينسيه عيوب نفسه، ينسيه أمراض قلبه. فيظن المسكين أنه الوحيد هو السليم، وباقي الخلق هو المبتلى، لأن الله نساه ثم أنساه نفسه. كذلك المعصية، كما قال ابن عباس: إن للمعصية سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. المعصية تسبب حرمان العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. المعصية تسبب العلم، حرمان العلم، لأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت إلى وديع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فما أثر المعصية على المجتمع؟ دي أثر المعصية على الفرد نفسه. طب على المجتمع؟ قال عمر بن عبد العزيز: سلم يا رب، لا يؤاخذ الله العامة بذنب الخاصة إلا إذا فعل الذنب جهارا، فإذا فعل الذنب جهارا أخذ الله العامة بذنب الخاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
نعمة الصحة، نعمة البركة، وتحل بعدها النقم، نعمة الفزع، نقمة الفزع، نقمة الخوف، نقمة الجوع. وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها. العلماء البلاغة يقولون أبيض من كلمة فكساها، لأن كساها قد يكسوها ولا تشعر بالشيء، لكن الإزاحة تستلزم معنى الكسوة. ثانيا عدم إجابة الدعاء. نبي في الحديث لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. ثالثا أن يمسك الله المطر عنده. هل هذا المطر الذي كان ينزل علينا ونحن صغار؟ أين المطر؟ فين المطر؟ المطر بالله من آدم إلى قيام الساعة ما عام بأقل مطر من عام، ولكن الله إذا غضب على قوم وجه الماء إلى البحر. نعمة المطر يسلط عليك حاكم ظالم. أعمالكم عمالكم، أتريد خليفة كأبي بكر وعمر؟ كن أنت كعلي وابن مسعود، حيثما تكونوا يولى عليكم ومن أعمالكم سلط عليكم. كذلك أن يسلط الله علينا العدو فيأخذ بعض ما في أيدينا وها هم إلا من اليهود يتلاعبون بنا، لأن المعاصي تساوينا معهم في المعصية. عشان كده معركة القادسية كان عدد المسلمين 33,000 وعدد الفرس 120,000 و35 فيل. وأسند عمر القيادة إلى سعد، ومن سعد خال رسول الله، وسعد خالد في الجيش. اسمعوا الوصية العمرية. أمسك عمر لجام فرس سعد وقال يا سعد والله كلمات تكتب بماء الذهب. يا سعد لا يغرنك أنك خال رسول الله، فإن الناس في ذات الله شريفهم ووضعهم سواء، يطلبون ما عند الله بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة. يا سعد أوصيك ومن معك بتقوى الله، فإننا إذا عصينا الله تساوينا مع العدو في المعصية وزاد علينا في العدد والعدد فغلبنا. يا سعد أنا لا أخشى على الجيش من عدوه ولكني أخشى على الجيش من ذنوبه. سر على بركة الله يا سعد. وصار سعد 120,000 و35 فيل أمام 35 أمام 30,000. هدمهم المسلمون وبدأت المعركة، وإذا بالخيول تهرب من الفيلة. فقال سعد أين حيلتك يا قعقاع؟ فقام القعقاع بن عمرو وألبس الخيول براكع، فإذا بالفلول تخاف فزع بأمر الله جل جلاله. وجاء الخبر إلى عمر في المدينة ما دام الليل يترمز كما تترمز الحية. وجاء رجل أبشر يا أمير المؤمنين لقد منحل الله أكتافهم ونصرنا عليهم. فبكى عمر. أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال كلمة نراها اليوم لو كان نبيا بعدي لكان عمر. قال أخشى
أن تفتح عليكم الدنيا، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا فينكركم أهل السماء. الدنيا تفتح عليكم ويحل بينكم البغضاء والحقد فتنزلوا من عين رب السماء ويسلط عليكم عدوكم. فأصل كل بلاء المعصية، وأصل كل ذنب وأصل كل بلية المعصية. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، خالف موسى الخضر 3 مرات فقال: هذا فراق بيني وبينك، وأنت تعصي ربك مرارا، ألا تخاف أن يقول لك هذا فراق بيني وبينك؟ فتوبوا إلى الله وجددوا التوبة واعلموا أن الله تواب رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطيبوا الكلام وأفشوا السلام وأطعموا الأيتام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام واستغفروا الله إنه تواب رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا خاتم النبيين. عقوبة المعصية في القبر. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: حرام على كل نفس أن تخرج من الدنيا حتى تعلم أين مصيرها. فإذا مات العبد ولم يتب من معصيته فإنه يعذب بها في قبره. اوعى تقول ان القبر يا بنت الميت اجت في واحد ثاني انا دي زي ما هو. هذا كلام العقلانيين. فمن صفات المؤمن ان يؤمن بالغيب، وعذاب القبر كما بينا ثابت بالقران والسنه. ولقد راى النبي صلى الله عليه وسلم عذاب المعذبين في قبورهم في حديث رواه البخاري. والحمد الآن على البخاري بالإعلام البخاري من حديث سمرة. أخذ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأراه المعذبين والمنعمين في قبورهم. أدعو الله أن ينعمنا في قبورنا يا رب العالمين. وسوف أركز على ذنبين تفشيا. أتى النبي على رجل يسبح في نهر مثل الدم، وعلى شاطئ النهر رجل معه حجارة، فيسبح هذا الرجل ما شاء أن يسبح، فإذا جاء إلى الشاطئ فغرفاه وألقمه حجرا، ثم يعود يسبح ويعود إلى الشاطئ فيلقمه حجرا. فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا هو آكل الربا من أمتك. مص دم الناس الغلابة يسبح في الدم في القبر. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. العلماء قالوا: يحشر آكل الربا يوم القيامة بطنه منتفخة، فقيل: لا يقدر أن يقوم ولا يمشي، لأن ما أكله من الربا ألقاه الله في بطنه فأسهل بطنه. لذلك الربا تفشى بشكل بشع، لم يصبح
يسلفك تدفع لي 1000 كام عامل زي البنك، وإذا أعطاك مال يقول لك على 1000 كده ربا. بل إن بعضهم يقول لك أعمل معك في التجارة، خذ مني 10,000 جنيه وتعطيني على الشهر 1000 جنيه، هذا ربا. لأن الربح يكون على النسبة لا على المبلغ، فتقول سأعطيك 1% أو 2% حسب ما اتفق. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم درهم ربا. أم تسمع عن واحد زنا واحد تقول لا زنا، لا اسمع حديث النبي الذي صححه الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية في الإسلام. في كتاب ملك الأنبياء، ملك الموت مع الأنبياء للدكتور مصطفى برد، واحد مات في الجيزة في مصر المحروسة، فلما مات كفنوه وأوصلوه إلى قبره، وعندما وصلوا إلى القبر وجدوا ثعبانا على باب القبر، فإذا الناس يحاولون أن يبعدوا الثعبان حتى بعد، وفجأة بعد أن انتهوا من دفن وخرج من كان يدفنه إذا بالثعبان يشق صفوف الناس من فوقهم ويدخل على هذا الرجل في قبره، فسألوا عنه كان آكل ربا، يأكل الربا. إياك الربا لن ينفعك الأولاد، إن من أعظم المصائب أن ترى مالك في حسنات غيرك، ترى مالك في حسنات ولدك. ورحم الله أبا حنيفة النعمان، الرجل الذي يقول أحد المذيعين أئمة 4 ليالي. أبو حنيفة النعمان كان رجل تاجر يبيع القماش، بس كان تاجر نزيه يحشر يوم القيامة مع الكرام البررة. سلف لواحد فلوس، فذهب أبو حنيفة يطالب بفلوسه في يوم حر، توقف أبو حنيفة في وسط الشارع، يا أبا حنيفة اقف في الظل. قال لي عند صاحب هذا البيت مال، فأخشى أن أنتفع بظله فيكون قرض جر نفعي فيكون ربا. فماذا نقول نحن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما بزماننا عيب سوانا، ونهدي الزمان بغير ذنب، ولو بلغ الزمان لنا لهجانا، ولا يأكل الذئب لحم الذئب ويأكل بعضنا لحم بعض عيانا. الذنب الثاني، وهذا الشباب أتى النبي على تنور فيه رجال ونساء عراة واللهب من تحتهم، فإذا ما اشتعل اللهب ضوضوا أي صاحوا. من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم الزناة والزواني من أمتك يا رسول الله. فكل من مات بذنب ولم يتب منه عذب في قبره. وأحد الصحابة جاء لابنه في المنام وأراه عذاب القبر. واحد اسمه تلف، أبوه اسمه أبو تلف، قال مات أبي. فلما مات أبي، وهذا في كتاب الموسوعة النعيم، لما مات أبي جاءني رجل في المنام وأدخلني دارا مقلعة السقوف والأبواب، وأدخلني حجرة فيها أثر نيران وفي أرضها أثر رماد، ووجدت أبي يضع رأسه على يضع يده على ركبتيه فيقول دلف. قلت أبي، قال أبي لي أبلغن أهلها
عنهم ما قد لقينا في البرزخ الخفاق، فقد سئلنا عن كل ما فعلنا فارحموا وحشتي وما ألاقي. أفهمت؟ قال إنه فهمت، ثم استيقظ من نومه. فما تفعله في الدنيا ولم تدبر تراه في قبرك، فأعمل عملا صالحا تراه في باطن الأرض هناك، فما تفعله هنا تجده هناك، وما ربك بظلام للعبيد. أما أثر الذنب في الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والحاكم: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوا الحرير في الدنيا، فمن شرب الخمر في الدنيا يحرم من شربه في الجنة، ومن لبس الحرير في الدنيا يحرم من لبسه في الجنة، ومن أطلق بصره إلى نساء الطين يمنع يوم القيامة من النظر إلى حور العين، ومن استمع إلى الغناء في الدنيا يحرم من السماع له في الآخرة. الخلاصة كما قال يحيى بن معاذ: إذا أحببت أن يكون معك شيء في الآخرة فاتركه في الدنيا. عاوز تلبس الذهب في الآخرة؟ اترك الذهب في الدنيا. عاوز تسمع الغناء في الآخرة؟ اترك الغناء في الدنيا. أتريد أن تشرب خمر الجنة؟ اترك خمر الدنيا. ما أحببت أن يصحبك في الآخرة فاتركه في الدنيا. وأخيرا، باب التوبة مفتوح، ومهما فعلت من ذنب فإن الله يتوب عليك. الله تواب يقبل توبة التائبين. فلقد روى ابن قدامة أن امرأة قابلت أبا هريرة وقالت: يا أبا هريرة، إني زنيت وولدت ولدا وقتلته، فهل لي توبة؟ قال لها: اذهبي، لا توبة لك. قال: فذهبت إلى رسول الله، قلت: كيف أفتي ورسول الله بيننا؟ فقال النبي: يا أبا هريرة، هلكت وأهلكت. أين أنت من قول الله جل جلاله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: فانطلقت إلى المدينة وقلت: أين المرأة؟ والصبيان يقولون: جن أبو هريرة، حتى رأيتها وقرأت عليها الآية فشهقت شهقة، ثم قالت: لا أملك إلا بستان هو صدقة لفقراء أمة رسول الله، لأن الله يقبل توبتي. بقي لنا الحسنة وأثرها في الدنيا والقبر والآخرة. هذا ما نتحدث عنه في الجمعة القادمة إن كان هناك لقاء، وإن كان في الأجل بقاء. أدعو الله سبحانه الذي جمعني وإياكم على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا تحت ظل عرش الرحمن، يوم لا يظل إلا ظله، وتوجهوا إلى رب السماء بقلوب